في الحقيقة يعني العلاقة الكردية العربية هي علاقة لها جذور عميقة جدا تاريخيا. فهذه المنطقة ترعرعت عليها ثقافات كثيرة، منها ثقافة المسيحيين والآشوريين والكرد والعرب وجميع المكونات بشكل عام. ولكن القوة الأساسية بالمنطقة كانت دائما يعني اللي موجودة وتحافظ على وحدة والسلم وأمانة المنطقة للتعايش هو القوى الكردية والقوى العربية. فدائما كان يواجهون الغزوات والمحتلين في هذه المناطق. هذه الأنظمة والأمبراطوريات وجميع المحتلين اللي احتلوا أراضينا أو مناطقنا أو غزوا مناطقنا، فدائما كانوا يلعبوا من ذاك التاريخ ولليوم يعني على وتر خلق فتن يعني بين هذه المكونات، المكون العربي ونفس الوقت المكون الكردي، لتفكيك قوة المنطقة، لتفكيك ثقافة المنطقة، لقضاء على الحضارة الحقيقية التي تلعب دور أساسي في هذه المنطقة. وتر الطائفي لعبت على الوتر القومي، لعبت على وتر المكونات حتى تفكك المجتمع السوري ليتمكن دائما بهذه القوات بسياسة فرق تسد حتى يسيطر هذه السلطة الاستبدادية على المنطقة يعني. وجميع المستبدين والأنظمة القوموية ساعدت هذه النظام بتشكيل فصائل إرهابية، بتكوين داعش في المنطقة، بتكوين أفكار متطرفة. بعد الثورة فأصبح القوى الذي حاربت هذه الفصائل التي خلقت لزرع النعرات القوموية وزرع النعرات الطائفية وزرع النعرات الاجتماعية بين الكرد والعرب، وتم محاربتها من قبل الكرد والعرب، وشكلوا قوى عسكرية كبيرة للقضاء على الداعش اللي كان يعني مخوف، أو قوة داعش التي أرهبت العالم بإرهابها وبقوة وجودها على الأرض من القتل ومن الدمار ومن الخراب اللي وجدها على الأرض هذا، والتناقضات الكردية العربية والطائفية ومن كل الجوانب. فحاربنا سوية وتمكنا نحن الكرد والعرب وجميع المكونات في المنطقة القضاء على هذا الإرهاب اللي موجود، وتوحدت القوات وأصبحت الدم الكردي والعربي والمسيحي والآشوري في المنطقة امتزجت على أساس السلام، على أساس الاستقرار ووحدة أراضي السورية في هذه المنطقة. فنحن بهذه الفترة العصيبة الذي نمر فيها وفيها جميع الضغوطات، سواء كان من المحتل التركي على مناطقنا، وكذلك الأمر وجود الإيراني في سوريا، ووجود المحتلين الذي جلبهم هذا النظام لهذه المناطق، وتقوت
بهذه القوى. فجميعهم لعبوا على هذا الوتر حتى يفككوا هذا النسيج الاجتماعي القوي والنسيج الأساسي اللي هو يجب أن يكون موجود ضمن الحلول اللي المفروض يصير في سوريا يعني. فهذه القوى ضرورية أن يتماسك وتتحاور مع بعضها، سواء كان معارضين من المعتدلين من شخصيات سياسية، وخاصة تكون لنا يعني حاليا يعني نشاطات في جميع سوريا مع الكرد ومع العرب ومع السريان ومع الآشور، حتى نوحد القوى الوطنية الحقيقية لحل المشاكل المتعاقدة والمغلقة حتى الآن للحلول يعني، فنفتح لها باب حتى نحل هذه الأزمة اللي نحن عم نمر فيها. بالإجابة عن سؤالك، طبعا سوريا اللي يميزها وبالعموم بلاد الشام بشكل عام اللي يميزها اللي هي التنوع السكاني اللي موجود بسوريا. فسوريا وبلاد الشام عموما تتميز بتنوع سكانها من حيث الإثنيات، من حيث الديانات، فمكوناتها هو ما يعطيها الثقافة المميزة اللي تحملها هاي المنطقة. وهاي الثقافة أو هاي المكونات وهذا التنوع بين الثقافات اللي موجودة بسوريا أو ببلاد الشام عموما هي ليست ثقافة جديدة، هي تعود لعصور قديمة، وبالتالي هي موجودة منذ القدم وليست حديثة حتى نتحدث عنها بشكل مختلف أو نتناولها بشكل مختلف. فالتكاتف بين سكان المنطقة هو قديم جدا ولا يزال متوارث لليوم، وهو سمة مميزة. فاليوم عند زيارتك لأحياء أي مدينة من مدن الشمال وشرق سوريا رح تجد أنه جارك عربي، ممكن جارك كردي، أو ممكن جارك سرياني، أو إلى آخره من باقي المكونات، أو اللي يقابلك اللي جارك المقابلك تركماني إلى آخره. فنشوف أنه هناك دول كثيرة تلعب على مناطقنا بهدف كسر هاي اللحمة، هدف كسر هذا التكاتف للوصول إلى أهدافهم بشكل أيسر وأسرع. طبعا كشعب أعتقد أنه شعبنا واعي لهذه النقاط، لأنه تربطه بعلاقات اجتماعية أصيلة قديمة، لا يمكن لأفكار معينة خارجية أنها تكسر أو تزعزع من. ممكن نلاحظ أنه ممكن تشوه إلى حد ما لكنها لن تزعزع. إذا بدي أدقق 100% حول سؤالك بحرفيته، التكاتف العربي الكردي أكيد، لأنه الاثنين هن سوريين والاثنين هن يعانوا من الأزمة السورية. ممكن أن نقول أنه المكون الكردي عانى بفترات معينة من حالات إقصاء، من تهميش إلى حد ما، لكن اليوم أنت ثرت. فاليوم ما عاد نرجع للخلف، احنا ننطلق نحو الامام. اليوم بمجلس سوريا الديمقراطيه نحن نرسم رؤيه واحده لكل السوريين بكل مكوناتهم، ما نميز بين العربي والكردي. اليوم بدنا نتطلع بمجلس سوريا الديمقراطيه الى سوريا جديده ديمقراطيه لا مركزيه، تؤمن بحقوق كل المكونات على حد سواء بمستوى واحد، من تتناولها بمستوى واحد وبمسافه واحده ما تتناول، لكن بكل الظروف. طبعا يجب أن يكون هناك وعي منا ومن شعبنا أن هناك محاولة لزعزعة الثقة بين العربي والكردي، لكن هاي مثل ما سبق وذكرت لك هي سياسة خارجية يعي لها الشعب في شمال وشرق سوريا، تدعم بعضها بغض النظر، لأنه هن ينظروا إلى أنفسهم أنه هن سوريين، ما ينظر أنه هن عربي أو كردي أو سرياني أو تركماني، إنما أنه ينظر إلى أنه هو سوري، فإذا كانت سوريا بخير فهو بخير. ومجلس سوريا الديمقراطية يتطلع برؤيته إلى سوريا جديدة
تحقق المساواة لكل المكونات مثل ما سبق وذكرت بمسافة واحدة لا تميز بين هاي المكونات، وإن كانت نعترف بها ونفخر بثقافتها، لأنه هي اللي تميز سوريا عن غيرها من دول الشرق الأوسط.